يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها. هنعمل النهاردة الأندومي الخطير اللي أنضف وأحلى مليون مرة من بتاع برا. إن شاء الله هيعجبكم وهيبقى طعمه حلو خالص، هيحبوه الكبار قبل الصغيرين، وهنعمله على طول. ممكن بقى ينفع غدا، ممكن عشوائية حلوة كده وانتي قاعدة قدام التلفزيون مع الأولاد يعني ومع حبايبك طبعا، لأنك انتي لما تعملي الحاجات دي الحلوة دي بحب أكيد هتطلع حلوة إن شاء الله. تعالوا بينا يلا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب حلة على النار فيها مية علشان هنسلق الاسباجيتي فيها، بس على شرط هنسلقها نص سليق مش سليق كامل. وهنحط في المية شوية زيت وشوية ملح وهنقلبهم كده تقلبتين علشان الملح يدوب في المية. وهحط الاسباجيتي كيس اسباجيتي بس هحطه بطوله، مش هقطعه ولا هكسره، لان احلى حاجة في الاندومي ان يبقى الشعرية الاسباجيتي بطولها ما تتكسرش عشان تبقى طعمة واحلى من بتاعت بره. احنا هنحط حبة بحبة كده علشان ما يكلكعش الشعرية معاكي وما تعجنش، وهنقلبها تقلبتين قد 5 دقايق بس على البوتاجاز كفاية كده. يلا نصفيها. وبعد ما صفينا الاسباجيتي هنحطها في طبق خارجي لغاية ما نحضر صوص الاندومي. كوباية مية عليها نص معلقة من البابريكا والكاري والسبع بهارات والبابريكا والكركم وملح وفلفل اسمر، وما ننساش المكعب مرقة واحدة بس كفاية، وشوية زيت. وعارفين الكيس بتاع البهارات بتاعت البطاطس بتاعت كنور نحطه كمان كله، ومعلقة حلوة كده من خلطة الحواوشي. لا بجد الصوص ده طعمه حلو خالص، ده ريحته طالعة عليا في منتهى الجمال. هنسيبه على النار لغاية ما يغلي، وبعدين هنحط الاسباجيتي كله على الصوص اللي على النار ده، ونعلي النار علشان نقلب تقلبتين حلوين كده والاسباجيتي يتشرب الشوربة كلها بتاعت الاندومي. الله ده حلو خالص، بس نقلبه علشان ما يعجنش. طبعا احنا حطينا شوية زيت، بس انا ليا تكة حلوة كده قبل ما بطفي النار بحط معلقة زبدة كمان. ياه بتخلي الريحة والطعم في حتة تانية خالص، طعمها حلو قوي بألف هنا وصحتين. تعالوا بينا يلا نقدمها. ياه ده جميل خالص، يا ريت كل واحدة فيكو تقوم تعملها دلوقتي لحبايبها بقى. بجد طعمها في منتهى الجمال ولا ريحتها خطيرة. وعملت معاها استريبس كده فراخ كنت عاملاها، ان شاء الله في فيديو تاني هبقى اوريكم طريقة عمايل الاستريبس ده. الله حلو خالص، احلى غدا والله بألف هنا وصحتين. واستنوني مع طبخة جديدة وطريقة جديدة من مطبخ كوكي. مستنية تعليقاتكم إن شاء الله.